على السنغال والمغرب نلحقوا فينال، ما نقعدوش نغطيو في السمج الغربال فينال، والاخرين تكاو علينا بالكف كيما حبوا. والمدرب واسمو تاع المغرب كيفاش دخل سي لو بلون تاكتيك صح، كيفاش دار لهم لو بلون تاكتيك هم اي بورتون دريريات عندهم واحد زوج ولا ثلاثه مركبك ليطوال، الاخرين كاع صغار. سي لو بلون تاكتيك يخدم خويا، خدام، تحس المستوى تاع المدرب يا ناس. هما يحطوا مدرب، قلت لك المدرب تاع المغرب درسهم ولعب لهم سي لو بلون تاكتيك، غلق لهم كاع الاخر وقعد يستنى فيهم. ولا لين داتاك تاع السنغال كان فراغ، كانوا حطوا كاع ولاو يرميو في السماء، يقول لك حنا طوان جوزو نو غلطه، يفالي كونتيني ا جوي او بالون. شاف المراكم وقدا قصر شويه، شاف المراكم وقدا قصر شويه، بصح كانوا حرين. وعندهم ان ديفونسور اللي انا عجبني بالبزاف، كات هذاك نيميرو كات لارير لاتيرال تاع المغرب، والو هما كاع ملاح. مي لارير لاتيرال تاع المغرب دروا وقيله بريمير ميطون طالع بيسات هو اللي مليح، هو اللي طالع رقم 17 تاع استخدم الناس تخدم، وحنا كيف علاش وعلاش يا ودي نحيونا قاعد واحد ما في الفوتبول ما في بلاصتو، واحد ما راه في بلاصتو. بصح نهار يكونوا رجال نزاهه ديجا اونات يخدموا للجزائر، ما يخدموش لنفوسهم اللي ياكلوا التبن والنار فيها، ماشي ما يخدموا غير روحهم. هنا هما كي سيليكسيونيو لي جوار يجيبوا لي جوار صح، هما يخدموا لبلادهم. لا غير داروها المروك خالتي، انا في لافينا ربحوا السينيغال في لي بينالتي 5-3 بعد ما كانوا خاسرين في الماتش 1-0. بلا ما نساو على بالكم باللي السينيغال هي رفدت اخر لقب تاع الشان في الجزائر مع المنتخب الجزائري، ربحتنا بلي بينالتي اجل محيوس. دوكا هكا لافينا المغرب ضد ماذا الاشقر خالتي، والمغرب عندهم بزاف ما رفدوش بطوله رسميه، يعني شان محليه، خليهم يدوها لي كيف نورمال، خليهم يفرحوا. عندهم بزاف ما فرحوش، عندهم كوب دافريك وحده في 1976، عندهم كوب دافريك وحده داوها في 1976. التوفيق لماذا الاشقر، راني معاهم. احسن لقطه عجبتني في الماتش هي هذه ديال طارق سكيتيوي مع مهدي الحرار، قبل ما يتلعبوا البيلانتيات عيط ليه وعنقو، بقى كيعطي النصائح وتعطيه الثقه على انه يجبد بيلانتي بحال شي اب مع ولده. وملي سالا باس ليه راسو وصيفطو، تبارك الله عليه طارق سكيتيوي مقرب من الدراري. داكشي اللي شفنا في الاولمبياد ها هو كنعاودو نشوفوه دابا، تبارك الله عليه اخويا ضرب وجيز، قرب اللعاب وكتب انهم ولاو عائله وحده، تبارك الله عليه السيد مربي ومتخلق، اللهم بارك. المهدي بصم على واحد البطولة رائعة بكل صراحة، كل مقابلة لقيناه بأنه كيتحسن، وهذا راجع الدرجة الأولى لامونتاليتي ديالو، ليطا ديسبري ديالو. تو سامبلومون كان عندنا لا كونفيونس فيه بأنه غادي يخرج المقابلة إن شاء الله، وغادي يرديها للكفة ديالنا. رضا الله ثم رضا الوالدين ثم العمل بجدية وبإخلاص كيعطي النتائج ديالو. اليوم يمكن نضيف حاجة أخرى، من تواضع لله رفعه. بكل صراحة الجميل التواضع في الحياة، كيجعل الإنسان أنه ديما يكون راسو صغير، يكون ديما عارف شنو باغي، ويكون ديما كيبحث على الاجتهاد وكيبحث على انه يطور، يرجح اي شيء اكيد لله. وحنا الحمد لله عندنا واحد مجموعه جميله، اي انسان يتمنى يكون بيناتهم. انا قلتها لهم ما مره ما جوج ما ثلاثه، اولا كنبغيهم، ثانيا نتشرف بتواجدي معهم لما نمس منهم من دي فالور اللي كبارين وكبارين بزاف بما فيهم التواضع. فمره اخرى من تواضع لله رفعه. كل ما تواضع الإنسان كل ما ربي كيسهل له باش أنه كينجح في الحياة ديالو. حينما تقول لهم كرة القدم المغربية يقول لك لا، ليس هناك لاعبين في الدوري المغربي. أنا اليوم أتساءل، هل هؤلاء يلعبون في الدوري المغربي؟ هذا المنتخب من خلال هذا الأداء ومن خلال هذا التأهل هو إعادة الاعتبار للبطولة المغربية، إعادة الاعتبار للاعبي البطولة المغربية المهمشين المنسيين في بطولة لا تهتم بها لا الجامعة ولا العصبة ولا الإعلام ولا الصحافة ولا أي شيء. مهدي الحرار أليس هذا حارس عملاق؟ بالله عليكم قولوا لي، أليس له مكان في فرق محترفة وفي أوروبا؟ مواصفات الحارس الكبير متوفرة في مهدي الحرار. من قال أن البطولة غير ولادة؟ قالها من لا يريد أن يفتح الباب ويعطي الأمل للاعبي البطولة، من يسير شؤون كرة القدم في المغرب وبالأخص على مستوى المنتخبات، يعطوا الانطباع لهؤلاء اللاعبين بأن الأفق مسدود، وأن المنتخب المغربي الأولوية هي اللاعبين الذين يكونون في أوروبا.
على حساب من؟ على حساب قدرات اللاعبين المحليين. اليوم تحية لهؤلاء اللاعبين وتحية للمدرب الذي يعرف كيف يوظف إمكانيات اللاعبين. الدراري ما طولوش في الفرحة، باقي تابعنا واحد الماتش اللي صعيب كونتر مدغشقر. فينال ما غاديش يكون سهل بين الطرفين. ان شاء الله غادي نستعدوا مزيان لهذا الماتش هذا بما فيه الكفايه، وغادي نكونسونطراو عليه بحال كاع الماتشات، وان شاء الله غادي نتوجوا بهذا اللقب باش نفرحوا الشعب المغربي ان شاء الله. اول شيء تنبغي نشكر الجماهير والشعب المغربي على الدعم والتشجيع ديالو لينا في طيله هذه المسابقه هذه. التاهل ديالنا النهائي هو ثمره ديال المجهودات ديال اللاعبين وديال الطاقم التقني. المباراه ما كانتش سهله، والدليل انه تحسمت ضربات الترجيح. المنتخب السنغالي حتى هو عنده عناصر اللي عندها تجربه ولاعبين اللي عندهم جوده عاليه. الان حنا مازلنا مرحله واحده باش ناخذوا اللقب ونكملوا المهمه اللي جينا على قبلها. ان شاء الله غادي نحاولوا نستعدوا ونكونوا في الموعد باش نربحوا الفينال. جيرينا الماتش ديالنا الحمد لله، اللهم لك الحمد. اهم حاجه هو الفوز، التاهل للفينال. دابا غنمشيو نرتاحوا وان شاء الله نفكروا في لا فينال وما يكون غير الخير ان شاء الله. برافو المنتخب المغربي. صحافه زيكو، شوف تقولوا ولا ما تقولوش، تهضروا لي باج ولا ما تهضروش، مي المنتخب راه في النهائي، هذا هو المعقول. هذيك لا فينال هذا انت على روحك. هو وصل لا فينال، نهار 30 ان شاء الله يلعب النهائي يجيب اللقب، نهار 5 في الشهر ان شاء الله افتتاح عالمي الملعب، ملعب مولاي عبد الله. وانت قاعد تبكي عليا في لي باج. نجح المنتخب المغربي في حجز مكانه بالنهائي الكبير لكأس إفريقيا للاعبين المحليين بعد انتصاره القوي والمستحق على حامل اللقب منتخب السنغال. الأسود دخلوا اللقاء بعزيمة كبيرة وهدف واضح: مواصلة الطريق نحو التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ الشان، وترسيخ هيمنة الكرة المغربية على النهائيات الإفريقية بعد خوضه لجميع النهائيات القارية هذه السنة. المغرب حقق الأهم، وهو العبور إلى النهائي عن جدارة واستحقاق أمام حامل اللقب منتخب السنغال، مؤكدا أن الأسود كانوا في الموعد وأنهم جاهزون لكتابة فصل جديد من المجد الكروي. اكتبوا لنا رأيكم وآرائكم من خلال التعليقات.